السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشرح جزء المد لمادة فيزياء فلكية. جزء المد ده مشروح على مرحلتين. أول مرحلة لأن المادة دي يعتبر يعني معظم الكلام اللي فيها نظري، فالجزء النظري بتاعها مشروح في ريكورد. أما اللي هنشرحه دلوقتي هي الحاجات المهمة أو القوانين وإزاي المسائل بتتحل، وكلام نظري مهم بيجي عليه أسئلة في الامتحانات. طيب أول حاجة هنبدأ نشرحها اللي هي الجالاكسي، اللي هي المجرات. طيب يعني ايه مجرات؟ قالك المجرات دي حاجة ضخمة جدا، وبتبقى فيها تجمعات ضخمة خالص بيبقى فيها نجوم، بيبقى فيها كواكب، بيبقى فيها كويكبات، بيبقى فيها مذنبات، بيبقى فيها حاجة اسمها داست جرينز، حاجات كتيرة خالص في المجرة في الجالاكسيز. طيب عدد النجوم اللي بيبقى في المجرات ده بيتراوح من ايه؟ قالك فيها عدد ضخم جدا من النجوم، من 100 للتريليونات، يعني عدد كبير جدا جدا. طيب المجرات كلها شكل واحد؟ قالك لا، المجرات دي لها أشكال مختلفة. قالك عندي ممكن تكون شكل حلزوني، اللي هي السبايرال شيب، تبقى المجرة شبه الدوامة، أو إليبتيكال اللي هو الشكل البيضاوي. يبقى ده كده أشكال المجرات. طيب تاني حاجة نعرفها في المجرات التوزيع. المجرات دي متوزعة ازاي في الفضاء عندنا؟ طيب هل هي متوزعة بالتساوي؟ لأ، قالك في أماكن بيبقى فيها المجرات بتكون فيها عدد كبير جدا من المجرات، فالمكان ده بنسميه سوبر كلاستر. طيب في أماكن تانية بتبقى شبه خالية من المجرات أو بتسمى بالفويدز، بيبقى فيها منطقة يعتبر شبه خالية من المجرات أو فيها عدد قليل جدا 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 من المجرات. طيب الأسئلة اللي هتبدأ تيجي مثلا على الحتة دي، عندي سؤال بيقول هنا، اللي هو أول سؤال ده: الجالاكسيز are group of الأسترويدز والساتلايتس and الكوميتس. يعني الجالاكسيز عبارة عن مجموعة من الكويكبات والأقمار والمذنبات، ولا السوديم والداست جرينز، ولا النجوم والكواكب، ولا كل ده؟ قالك لا، تبقى الإجابة هنا إن الجالاكسيز are group of الأسترويدز اللي هي الكويكبات، والساتلايتس اللي هي الأقمار، والكوميتس اللي هي المذنبات. يبقى ده السؤال ممكن يجي على الحتة دي في جزء المجرات. طيب الحتة التانية أو الجزء التاني اللي ممكن يجي ككلام نظري اللي هو الانتر ستيلر ميديوم، اللي هي الأوساط اللي بين النجوم. الأوساط اللي بين النجوم دي الحاجات اللي بتبقى مالية الفراغ، الحاجات اللي هي بتبقى موجودة ما بين النجوم. الحاجات اللي بتبقى مالية النجوم في الفضاء، يعني مش بيبقى فاضي زي ما احنا كنا فاكرين، لا ده في حاجات بتبقى مالية الفضاء، حاجات كتير. عندي حاجات زي غازات، عندي زي داست جرينز اللي هو التراب الكوني، وعندي حاجات تانية كتير. منهم عندي حاجة اسمها النيبولا، اللي هو السوديم. السوديم ده عبارة عن ايه؟ قالك السوديم ده عبارة عن سحب كبيرة، والسحب دي بتبقى متكونة من غازات، تمام، في الفضاء. الغازات دي بتبقى موجودة ما بين النجوم، و بتبقى موجودة بين النجوم، وأصلا هي دي الأساس بتاعت النجوم. يعني النجوم بتتولد من السحابة الغازية دي. يبقى أنا عندي السوديم أو النيبولا دي بتبقى عبارة عن سحابة كبيرة من الغازات، ومنها النجوم بتبدأ تتولد. طيب عندي حاجة تانية اسمها الدست جرينز.
التراب الكوني. ده عبارة عن ايه؟ التراب الكوني او dust grains ده عبارة عن حبيبات صغيرة جدا جدا جدا، وبيكون الحبيبات دي متكونة من مواد صلبة، تمام، وبتكون طايرة ما بين النجوم. طيب ده شكل ده التراب ده شكل التراب زي اللي احنا بنشوفه؟ قالك لا، التراب ده شبه دخان السجاير، بيبقى خفيف كده ومتناثر ما بين النجوم. طيب الدست جرينز ده له أهمية؟ له أهمية كبيرة جدا. طيب أهميته ايه؟ قالك ان هو بيحجب عننا جزء من ضوء الشمس لينا، بيحجب تقريبا نص كمية الضوء اللي بتجيلنا من الشمس. طب ده له أهمية؟ طبعا. قالك لو الضوء كله بتاع الشمس وصل لينا احنا مش هنقدر نستحمل درجة الحرارة العالية جدا دي، فمش هنعرف نعيش على الكوكب. فالدست جرينز ده من اهم الحاجات اللي بيعملها ان هو بيحجب نص كمية الضوء من ضوء الشمس. طيب في حاجات تانية. قالك طبعا بيساعد برضه هو كمان زي النيبولا، بيساعد في تكوين النجوم وبيساعد في تكوين الكواكب كمان. طيب السؤال مثلا ممكن يجي في الجزء ده صح وغلط. مثلا يقولك ال dust grains don't affect the light of the star and the galaxies to reach the ground. اللي هو ال dust grains ده ما بيأثرش على الضوء بتاع النجوم ولا المجرات على الأرض. طبعا الإجابة غلط. طيب ايه هي الصح؟ طب زي ما انا قلت اللي هو دلوقتي ان هو بيحجب، اللي هو blocking half of the light، ان هو بيحجب نص كمية من الضوء. ده كده ممكن يجي سؤال زي ده، تمام. طيب الجزء الثالث اللي هنبدأ نتكلم عنه اللي هو السولار سيستم، اللي هو المجموعة الشمسية. طيب السولار سيستم هندرس فيها كذا حاجة منهم، او اهم الحاجات مثلا اللي بيجي عليها اسئلة عندي الكوميتس. اللي هي ايه الكوميتس دي؟ اللي هي المذنبات. ايه هي المذنبات دي؟ قالك المذنبات دي بتبقى عبارة عن كتل صغيرة، حجمها صغير، بس الكتل دي بتبقى متجمدة، يعني بتتكون من حاجتين، من تلج اللي هو الايس وغازات، بتتكون من تلج وغازات. طيب الكتل دي بتتحرك في الفضاء. طيب بيقولك ان المذنبات دي عادة بيكون لها ضوء بيكون لها ديل، بيكون ليها ديل اللي هو التيل. طيب كل المذنبات اصلا بيكون لها ديل؟ قالك لا. طيب مش كل المذنبات لها ديل. طب اصلا الديل ده بيتكون ازاي؟ قالك ان المذنب ده بيدور حوالين الشمس، بيدور حوالين الشمس في مدار بيضاوي، يبقى الشمس هنا هو بيدور حواليها في مدار بيضاوي. طيب وهو بيدور حوالين الشمس، هو مثلا هنا اول ما يعني مثلا ده المذنب وهنا الشمس، لما بيدور حواليها ويبدأ يقرب من الشمس، قالك الكتل اللي بتبقى مواجهة للشمس، الكتل التلجية اللي هنا بتبدأ تسيح، بتبدأ تسخن وبتبدأ تسيح. طيب هو اصلا مش واقف ثابت، ده بيتحرك، وهو بيتحرك بتبدأ الكتل التلجية اللي ساحت هنا بتبدأ ايه؟ ترجع لورا، ودي بتبدأ ترجع لورا، فبتعمل هنا شكل الديل. فبيبقى الديل ده طويل. بيبقى طب طويل ده هو مثلا قد ايه؟ قالك لا، الديل ده بيبقى طويل جدا جدا جدا، ساعات بيوصل ل10 أس 5 كيلو متر. فبيكون لنا الراس والديل نتيجة ان هو قرب من الشمس، والكتل التلجية دي بتبدأ تسيح. دي ممكن يجي عليها كذا سؤال، ممكن يجي اختر، ممكن يجي صح وغلط. يعني انا مثلا عندي السؤال رقم 3 بيقولك any comment inside the solar system shouldn't have tail. اي مذنب داخل المجموعة الشمسية مش بيكون فيه ديل؟ طبعا غلط، مش اي مذنب. قالك ده الموست، عشان احنا قلنا مش كل المذنبات ليها ديل، يعني في جزء منها له ديل وجزء لا، فمش كل المذنبات مش ليها ديل. قالك لا، ده موست، معظمهم مثلا ملهمش ديل. طيب ممكن يجي مثلا زي السؤال ده اللي هو الاخطر ده، اللي هو الكومنتس ار المذنبات دي عبارة عن ايه؟
don't have not a highly dense nucleus، يعني هي مش عندها نواة اللي هي اللي بتبقى الرأس. قالك لأ، الاختيار ده غلط. طيب have tails outside the stellar system، هي فيها تيل، طبعا بيبقى فيها ديل بس مش outside، فالاختيار ده هيبقى غلط. طيب move in space in elliptical orbit، بتتحرك في الفضاء في مدار بيضاوي، طبعا الإجابة دي صح. small icy object، الإجابة دي غلط، بس ايه المفروض يقول معانا هنا smiley object، small icy الجاز، عشان هي بتبقى عبارة عن تلج وغازات، فلو كان هنا غازات كانت الإجابة دي هتنفع كمان. فالاتنين دول لو هيمشوا صح فدي هتبقى الأقرب ليها كصح. طيب ممكن يجي السؤال ده كمان. what is the following object is made of ice and forms a tail، ايه اللي من دول بيكون لنا ايس او مصنوع من الايس اللي هو التلج وبيكون لنا تيل؟ طيب الاسترويدز اللي هي الكويكبات لا، الساتلايت اللي هي الاقمار لا، البلانت الكواكب لا، فتبقى الاختيار عندي الكومنت اللي هي المذنبات. دي كده شكل الاسئله اللي ممكن تيجي على جزء المذنبات. طيب نيجي بقى على اهم جزء اللي هو جزء المسائل وجزء القوانين والتحويلات اللي ممكن تيجي في الجزء ده. طيب ازاي احنا بنقيس المسافات في الفضاء؟ طبعا احنا في الفضاء فوق احنا مش بنعرف نقيس بالكيلومتر ولا بالمتر ولا بالوحدات الصغيرة دي، المسافات اللي فوق بتبقى مسافات كبيرة جدا 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 او صغيرة جدا جدا جدا، فاحنا منعرفش نتعامل معاها بالوحدات بتاعتنا زي المتر والكيلومتر، فاحنا بنتعامل معاها بوحدات تانية. اول وحدة مثلا ممكن نتعامل بيها اللي هي وحدة اللايت يير، السنة الضوئية. قالك ايه هي السنة الضوئية دي؟ قالك السنة الضوئية دي المسافة اللي الضوء بيقطعها في السنة واحدة. طيب الواحد لايت يير هنا بيساوي ايه؟ قالك بيساوي 9.47 في 10 أس 12 كيلو متر. الأرقام دي مهمة جدا 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 ولازم تتحفظ لأنها في المسائل لما تيجي مش هتكون موجودة، يعني ده مش هيبقى رقم ثابت هيكون موجود في أول البتاع في أول الورقة، لأ الرقم ده أو زي الوحدات التانية برضك هيبقى ليها أرقام لازم تكون محفوظة أو حافظينها خالص لأنها مش هتكون موجودة. طيب يبقى الواحد لايت يير بيساوي الرقم ده كيلومتر. طيب عندي وحدة تاني، عندي وحدة ال AU اللي هي الأسترونوميكال يونت، اللي هي الوحدة الأرضية. قالك ايه هي الوحدة الأرضية دي؟ قالك دي المسافة اللي بتبقى ما بين الشمس والأرض. طيب الواحد AU هنا برضك هيساوي ايه؟ قالك هيساوي 1.5 في 10 أس 8 كيلو متر، برضك الرقم ده يتحفظ، الأرقام دي مهمة جدا. طيب نيجي على الوحدة التالتة اسمها البارسك اللي هو اسمه الفرسخ الفلكي. طيب ده ايه؟ قالك دي المسافة اللي احنا بنشوف منها المسافة اللي عارفين المسافة اللي بتبقى بين الأرض والشمس دي اللي هي بتبقى ال AU بتظهر بزاوية معينة، يعني أنا ببقى في الأرض ببص للشمس فأكيد بتبقى في زاوية معينة، الزاوية هنا احنا مش بنعرف نقيسها بالدرجات، بنقيسها بحاجة اسمها الأركسك. يبقى هنا في البارسك هنا في الفرسخ الفلكي بنشوف المسافة ما بين الأرض والشمس مثلا بزاوية اسمها أرسك، فهنا بنسميها هنا دون البارسك. طيب قالك الواحد بارسك هنا بيساوي ايه؟ قالك بيساوي 3.9 في 10 أس 13 كيلو متر. طيب في إثبات للرقم ده؟ قالك في إثبات للرقم ده. قالك الإثبات ايه هنا بقى؟ قالك أنا مثلا واقف هنا على الأرض، وهنا مثلا الشمس ماشي. قالك المسافة ما بين الشمس والأرض طبعا 1 AU هنا اللي هي الانستروميكال يونت اللي هي بتبقى المسافة ما بين الأرض والشمس، فأنا هفترضها إن هي ب1 AU، وفي نجم هنا ده بقى اللي هبدأ أعين. فقالك احنا هنفرض إن المسافة اللي بين هنا وما بين هنا 1 BC، تمام. طبعا لو قفلنا كده فالزاوية هنا هتبقى قلنا ايه؟
الزاوية هنا تبقى بالارك سك، لان احنا قلنا هنا الزاوية ما ينفعش نقيس هناك الزوايا بالدرجات، بنقيسها بحاجة اسمها الارك سك. طيب عشان الزوايا دي بتبقى صغيرة جدا جدا، فبنقول ان التان سيتا هنا هتساوي السيتا. طيب التان بيبقى مقابل على مجاور، يعني هيساوي 1 AU على 1 BC. طيب وفي نفس الوقت احنا عندنا ده دايرة، هو برضك انا ببقى واقفة في الارض هنا والارض بتتحرك، فانا عندي هنا مسار دائري، يعني الاتنين باي ار. احنا بنشيل الار وبنكتب هنا راد، لان احنا هنا احنا هنا مش في تقدير زاوي، احنا بنبقى تقدير راديوي الراد، فبنشيل الار وبنحط راد. هيساوي ايه؟ هيساوي 360 درجة زي ما احنا عارفين. طيب لو انا عايزة بقى الراد هنا اللي هو الواحد راد هيساوي ايه؟ قالك هيساوي 360 على 2 باي. بس انا هنا 360 درجة ايام زمان لما كنا احنا صغيرين، لما كنا بناخد الزوايا وكده كنا بندوس على علامة في الآلة الحاسبة على علامة كوما 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 كده، كانت بتجيب لي الزاوية دي بالدرجات وبالثواني. انا هنا هعمل في نفس الحاجة بالظبط، هخلي الزاوية دي بالدرجات والثواني. يعني هنعمل ايه؟ قالك هنضربها في 60 في 60 في 60 دي في الدقيقة وفي الثانية، فيبقى الواحد راد هيساوي 360 في 60 في 60 على 2 باي، هتبقى بوحدة ايه؟ الارك سك. طيب لو انا عايزة بقى الارك سك، قالك لو انا عايزة الارك سك هنبدأ هنقلب، هتبقى 2 باي على 360 في 60 في 60 راد. يبقى هنا لو عملنا الحسبة دي هيبقى الواحد ارك سك بيساوي ايه؟ قالك يبقى الواحد ارك سك بيساوي 4.85 في 10⁻⁶ راد. طيب الناتج ده هيفيدني؟ هيفيدني. هنبدأ بقى نعوض في القانون اللي فوق ده. الارك سك جبناها بده، يبقى هنشيل الزاوية وهنحط 4.58 في 10⁻⁶ بيساوي الواحد AU بيساوي هنا ايه؟ اهو قيمته اهي، عشان كده بقول الارقام مهمة. هنحط 1.5 في 10⁻8 على الواحد BC. هنجيب بقى الواحد BC دي في طرف وهنحطه دي مكانها، لما نقسم ده على ده هيبقى الواحد BC هيديني 3.9 في 10⁻13 كيلو متر، اللي هو الرقم اللي احنا جبناه ده. طيب التحويلات هنا، قالك هنا كل الشغل في المسائل دي عبارة عن تحويلات بس. طيب التحويلات دي قالك ببساطة خالص الكيلومتر، لو عايزين نحول الكيلومتر لأي وحدة، سواء بقى الوحدة دي لايت يير AU بارسك، قالك احنا هنبدأ نقسم على قيمة الوحدة. يعني لو معايا قيمة بالكيلومتر عايزة احولها لوحدة اللايت يير، هبدأ اقسم على قيمة اللايت يير اللي هي القيمة دي. طيب لو العكس، لو انا معايا الوحدة وعايزة احولها لكيلومتر، قالك هبدأ اضرب في قيمة الوحدة. تمام. طيب لو نيجي بقى نشوف مثلا يعني شوية مسائل على الجزء ده. نيجي على السؤال رقم 6. تمام. قالك الارك سك هنا بيساوي ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي في الاثبات ان الارك سك هيساوي 1 AU على الواحد BC. طيب فنيجي على رقم 7، بيقولك the average distance between the earth and certain planets. عندي المسافة اللي ما بين الأرض وما بين البلانت تقريبا الرقم ده، عندي هنا الوحدة ايه؟ AU. تمام. يبقى أنا كده عندي رقم لحد دلوقتي المسافة ما بين الأرض وأي وكوكب بالرقم ده. هو عايز بقى الديستانس باللايت يير. تمام. يبقى أنا هنا عندي المسافة، مديني مسافة بتساوي 2.82 في 10⁻4 AU. هو عايز بقى المسافة بتساوي ايه بس بوحدة اللايت يير. قالك هنا الموضوع سهل خالص، هنمشي على خطوة، ولو جت اي مسألة بنفس الموضوع ده هنعمل نفس الخطوات بالظبط. قالك هنعمل ايه؟ قالك هنا انا عايزة المسافة باللايت يير، هنقول ان الواحد لايت يير بيساوي ايه؟ هنعمل ايه؟ هنروح جايبين قيمة اللايت يير اللي هي دي، اللي هي 9.47 في 10⁻12. هنبدأ نقسمها على قيمة الوحدة اللي هو مديهالي اصلا بالرقم نفسه. يعني الوحدة هنا ايه؟ AU. مش فين قيمة ال AU اهي؟ 1.5 في
في 10 أس 8. لو قسمنا الاتنين دول على بعض قالك هتديني 6.31 في 10 أس 4 AU. مادام انا قسمت على الوحدة فانا هنا طلعت AU. تمام. طيب الديستانس هنا بقى انا لا، هنا تبقى باللايت يير خلاص، عشان انا عايزه اعملها باللايت يير. طيب الديستانس هنا بقى هتساوي ايه؟ قالك انا هو مديني الرقم ده، تمام. هبدأ بقى اقسم الرقم ده على الرقم اللي انا طلعته ده، يبقى هنا 2.82 في 10 أس 4 على 6.31 في 10 أس 4. هيديني كام في الاخر؟ قالك هيديني 447 من 1000. تمام. يعني كان هنا هيبقى الاختيار سي. تمام. طيب يبقى احنا عملنا ايه تاني؟ قالك هو مديك المسافة بالوحدة وعايز المسافة بوحدة تانية خالص. كل اللي هنعمله ان احنا هنشوف المسافة، هو عايز المسافة بوحدة ايه، هنكتب الرقم بتاعها ونقسم على الرقم بالوحدة اللي هو مديهالنا في النقطة ويطلع لنا الناتج. هنشوف بقى الناتج اللي هو اداهولنا في النقطة نقسمه على الناتج اللي احنا طلعناه ونطلع الناتج، هيبقى ده الناتج النهائي. طيب السؤال هنا مثلا رقم 8 قالك الواحد بي سي بيتساوي 3.26 لايت يير، صح ولا غلط؟ احنا هنبدأ نشوف صح ولا غلط. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين اصلا ان الواحد بي سي بيساوي ايه؟ بيساوي 3.9 في 10 أس 13. طيب انا بقى عايزة احول البي سي دون لللايت يير، فهبدأ اضرب دي في دي. يعني لو ضربت المفروض لو انا ضربت 3.26 دي في في اللايت يير، في قيمة اللايت يير اللي هي 9 و47 في 10 أس 12 بيساوي كام؟ لو طلع الناتج والله الواحد بي سي يبقى انا كده خلاص فعلا بيبقى الواحد بي سي بيساوي 3.26. ما طلعش الناتج دون يبقى كده الناتج اللي انا عاملاه دون غلط. طلع الناتج هنا ايه؟ قالك فعلا الناتج هنا طلع 3.9 في 10 أس 13 كيلو متر. يبقى انا فعلا هنا الكلام ده صح. تمام. يبقى انا عندي هنا. طب هتقولي هنا ليه ضربت؟ طب ما احنا عارفين اصلا ان الواحد بي سي بيساوي الناتج ده كيلو متر، وانا قلت ان اللي هنا بالكيلو متر، وانا عايزه اعرف هنا باللايت يير. هبدا اضرب ده في قيمه اللايت يير اعرف الناتج ده هيطلع لي ولا لا. تمام. اللي هو هضرب الوحده، هحول الوحده للكيلو متر فهبدا اضرب. طيب في اسئله تانية على المسائل دي. هنا المسألة مثلا بتقول ان انا عندي كوكب بيقع على مسافة 30 EU من نجم معين. هو عايز المسافة هنا باللايت يير، نفس اللي احنا لسه قايلينه. هو عايز المسافة بالايه؟ باللايت يير. هنقول الواحد اللايت يير، قلنا هنروح ايه؟ هنعمل ايه؟ هنجيب قيمة اللايت يير اللي هي كانت بتساوي 9.47 في 10 أس 12، ونبدأ نقسم على قيمة الوحدة اللي هو مديهالنا في النقطة. الوحدة دي اللي هي بتبقى ايه؟ هنا ايه؟ AU. هيبقى قايلين 1.5 في 10 أس 8 هيدينا ايه؟ قالك الناتج هنا هيدينا 6.31 في 10 أس 4 لايت يير. طيب انا عايزة الديستانس باللايت يير. قالك الديستانس هنا هنجيب الناتج الدون المعطى اللي هو مديهولي دون وهقسمه على الناتج اللي انا لسه مطلعه ده، 6.31 في 10 أس 4 هيديني كام؟ قالك هيديني الناتج ده اللي هو تبقى رقم ايه. يبقى انا في كل المسائل اللي زي دي هبدأ اشوف هو عايز الديستانس بوحدة ايه، احط قيمتها واقسم على الوحدة اللي هو مديهالي في المعطى يديني الناتج. بعد كده اجيب المعطى اللي هو مديهولي واقسمه على الناتج اللي انا لسه مطلعاه واشوف الناتج ايه واروح مختاره على طول. طيب السؤال مثلا رقم 10 قالك what does الوان لايت يير، الواحد لايت يير بتمثل ايه؟ بتمثل المسافة من الارض والقمر؟ لا،
بتمثل الزمن اللي بياخده في الثانية؟ قالك لأ، بتمثل المسافة اللي بيقطعها في السنة الواحدة. هي دي الإجابة الصح. بتمثل الكتلة؟ قالك لأ، يبقى هنا دي هتبقى الإجابة الصح. طيب السؤال رقم 11. How many light year are in 2 parsec؟ عاوز ايه هي عدد السنين الضوئية في الاتنين بارسك. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ احنا هنبدأ نجيب الأول الواحد بارسك فيه كام سنة ضوئية، ونروح ضاربين الناتج دون في 2. طيب أنا عايزة الواحد بارسك هنا، الواحد بي سي. قالك هنجيب ايه زي ما أنا قلت، أنا عايزة البارسك، يبقى هنروح كاتبين قيمة البارسك على قيمة اللايت يير. قالك هنا هيساوي ايه؟ هيساوي 3.26 لايت يير. يبقى الواحد بارسك بيساوي 3.26 لايت يير. طيب الاتنين بارسك بقى هيساوي ايه؟ 2 في 3.26 هتديني 6.52 لايت يير، اللي هو الناتج رقم ايه؟ طيب رقم 12. قالك البارسك دون هو المسافة اللي ما بين الأرض لما بتكون الوحدة الفلكية هي الأرسك. قالك ده اللي أنا لسه شرحاه من شوية. طيب ده كده كان جزء اللي ممكن يجي على المسائل والتحويلات، يعني شوية مسائل. طيب نخش على جزء جديد اللي هو تصنيف النجوم، اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف النجوم دون برضو جزء نظري شوية. طيب احنا هنا نبدأ نصنف النجوم ونبدأ نقارنها بنجم معين او له ارقام ثابتة. انا عندي نجم الشمس ده نجم متوسط في كل حاجة، متوسط في درجة الحرارة، متوسط في اللمعان، متوسط في السطوع، متوسط في الاشعاع اللي بيطلعه، وانا عارفة كل الارقام اللي عنده او الارقام بتاعته لكل حاجة. فانا هبدأ اقارن النجوم اللي عندي بنجم الشمس، هل هو النجوم دي اعلى من نجم الشمس في حاجة او اقل منها. فانا هاخد زي ما اكون كده باخد نجم الشمس كمعيار. طب انا هبدأ اصنف بايه؟ قالك هبدأ اصنف طبقا ل5 حاجات. اول حاجة هبدأ اصنف بالنسبة للمسافة، الديستانس. طب النجم دون بعيد قد ايه؟ طيب طب تاني حاجة قالك هبدأ اصنف طبقا للماس، الكتلة. النجم ده حجمه او كتلته قد ايه؟ وطبعا كل ما الكتلة بتكبر كل ما النجم بيبقى اقوى. طيب هبدأ اصنف طبقا للايه؟ طبقا للون ودرجة الحرارة. ودي طبعا مهمة جدا، لان اللون بتاع النجم هو اللي بيحدد حرارته. يعني عندي لما بيكون النجم لونه ازرق او مدي للازرق بيكون النجم دون حرارته عالية جدا جدا وبيكون سخن خالص. طيب يبدأ الازرق ينزل شوية للابيض تبقى حرارته قلت شوية او متوسطة. طيب النجم بدأ ينزل اللون بتاعه للون الاحمر، كده معناه ان النجم بيبدأ يبرد. يعني هنا باختصار ان لون النجم بيساوي حرارته. طيب هنبدأ نصنف لإيه تاني؟ قالك هنبدأ نصنف لليومينيسيتي، اللمعان بتاع النجم. النجم ده منور قد ايه؟ وده طبعا غير شكله من عندنا. يعني ممكن يكون النجم دون لمعانه عالي جدا وبيطلع لنا اشعاع عالي جدا جدا، بس هو بعيد خالص عن الارض، فانا بشوفه من مسافة بعيدة خالص، فاللمعان مش بشوفه كويس، فبيبان ليا ان النجم دون ضعيف او خافت، مش بيطلع لمعان كتير. بس ده طبعا عكس الحقيقة. كل اللي انا مش شايفاه او مش شايفاه الحقيقة بتاعته اللي بسبب المسافة اللي بعيدة، ولان الضوء بيتوزع طبعا على مسافة كبيرة جدا. طيب عندي رابع حاجة او خامس حاجة ابدأ اصنف عليها الايدج، العمر. النجم ده قديم او ولا لسه متكون جديد. طيب لو جينا للمسافة ونبدأ نصنف طبقا للمسافة، قالك انا عندي حاجة في المسافة
اسمها اختلاف المنظر النجمي، الستيلر بارالكس. الستيلر بارالكس. طيب الستيلر بارالكس ايه هو اختلاف المنظر النجمي ده؟ قالك دون طريقة بنقيس بيها بعد النجوم. زي الفكرة دي مثلا احنا في الانسان عنده عينين، فكل عين بتشوف الحاجة بزاوية معينة. طب طبعا كل عين بتشوف حاجة بزاوية، بقى عندي كده زاويتين، فبيبدأ المخ بيقارن ما بينهم وبيشوف لنا الحاجة دي او بيعرف الحاجة دي بعيدة ولا قريبة. زي مثلا ان انت بص للقلم، يعني حط قلم قدام عينيك، بص عليه مرة بعينك اليمين وبص عليه مرة بعينك الشمال، هتبص لو لاحظت هتلاقي كأنك القلم اتحرك، هتلاقيه اتحرك شوية. نفس الفكرة هنا هنبدأ نطبقها في النجوم، بس بدل العينين احنا نبدأ نستخدم الأرض. قالك الأرض بتبدأ تلف حوالين نفسها. طيب الأرض هنا بتلف حوالين نفسها. طيب بعد 6 شهور قالك الأرض بتبقى في مكان تاني غير المكان الأصلي بتاعها. فأنا هنا عندي بيبقى عندي نقطتين، نقطة A ونقطة B. تمام. يبقى أنا عندي النقطة A اللي هو مكان الأرض دلوقتي، والنقطة B ده مكان الأرض بعد 6 شهور. فاحنا لما بنيجي نبص على النجم مثلا النجم ده هنا، بنبدأ نبص عليه من نقطة A ومن نقطة B، فقالك إن احنا بنشوف شكله كأنه اتحرك شوية بالنسبة للنجوم اللي وراه. ده بقى احنا بنسميه البارالكس، اللي هو اختلاف المنظر. فأنا مثلا عندي هنا الصن اللي هو الشمس، وعندي هنا طبعا المسافة ما بين الأرض والشمس دي بتبقى ال AU، واحنا بنفرضها بالواحد AU، وبنفرض إن المسافة دي بتساوي 1 BC. طبعا هنا اختلاف الزوايا، الزاوية هنا غير الزاوية هنا، فالزاوية هنا بنسميها البارالكس أنجل اللي هي B، بنرمز لها بالرمز B. طيب نيجي نجيب التان B اللي هي تبقى بتساوي في الآخر B، هتساوي ايه؟ قالك هنا هتساوي 1 AU على المسافة دي، يبقى 1 AU على الدي. طب انا لو عايزة الدي، قالك الدي هتساوي هنا 1 AU على البي، واحنا قلنا البي دي اصلا بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها ارسك، يعني بتساوي 1 AU على البي او 1 AU على الارك سك. طيب الوحدة هنا بتبقى ايه؟ قالك الوحدة هنا تبقى بالوحدة البي سي، يعني الناتج اللي هيطلع هيبقى بالوحدة ايه؟ بيبقى بالوحدة بي سي. ده طبعا هيفرق معانا، تعرف الناتج هنا هيطلع بوحدة ايه، عشان لو طلع في الاخر النواتج اللي مديهالك او الاختيارات اللي مديهالك بوحدة البي سي، يبقى احنا خلاص مطلعين الناتج تمام. مديهولك الاختيارات بوحدات تانية AU لايت يير، نبدأ طبعا نحول زي ما انا قلت في المسائل اللي فاتت. طيب لو جينا لتاني تصنيف اللي هو الكتلة. يعني ايه كتلة نجم؟ قالك دي كمية المادة اللي بتبقى موجودة جوه النجم، وبنبدأ نقارنها بكتلة الشمس. طيب أنا عندي أنواع من النجوم حسب الكتلة. عندي نجوم اسمها السوبر جاينت، النجوم العملاقة دي بتبقى أكبر وأتقل نجوم تقريبا في الكون. تمام. طيب عندي نجوم تانية اسمها الريد جاينت اللي هو العملاق الأحمر. قالك دي نجوم برضو تبقى كبيرة جدا، وساعات بتوصل كتلتها ل100 مرة قد كتلة الشمس. طيب عندي بقى النجوم العادية زي اللي احنا بنشوفها اسمها المين سيكونس، ده طبعا زي نجم الشمس اللي احنا بنشوفه. وبتبقى في نجوم تانية برضك في المين سيكونس بتصل كتلتها ل60 مرة قد كتلة الشمس. تمام. طيب عندي حاجة اسمها الوايت دوارف والنيوترون ستار، النجم النيتروني والوايت دوارف ده اللي بنسميه القزم الأبيض. دي بتبقى أصغر النجوم، هي بتبقى صغيرة في الحجم، بس مش لازم ان هي صغيرة في الحجم ان هي تبقى كتلتها صغيرة، لا ده تبقى كتلتها كبيرة جدا 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 وكثافتها عالية خالص. طيب ده تصنيف الكتلة. طيب لو جينا للكالر والتمبريتشر، زي ما انا لسه قايله من شويه ان لون النجم بيعبر عن حرارته. تمام. يعني لو النجم لونه ازرق يبقى احنا كده نعرف ان النجم ده سخن جدا، لو ابيض تبقى الحراره بدات تقل شويه، لو نزل للاصفر زي الشمس يبقى متوسط.
طيب المدى بتاع درجة الحرارة ده بيتراوح من كام لكام؟ قالك بيتراوح من 3000 كلفن ل30000 كلفن. تمام. طيب يبقى أنا عندي اللون بيعتمد على درجة الحرارة، ودرجة الحرارة بتعتمد على حاجة اسمها الكتلة. يبقى أنا عندي حاجات بتعتمد على بعض. يبقى بس هنا لو لاحظنا ان النجوم اللي بتبقى سخنة جدا 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 دي بنعرفها ازاي ان هي سخنة جدا؟ طبعا من اللون زي ما احنا لسه قلنا، او من حاجة اللي هي بالاشعاع اللي بيطلعه النجم. كل ما النجم يطلع اشعاع او بيطلع لمعان اقوى بنعرف ان النجم ده سخن. يبقى النجوم السخنة دي بتبقى برايت، لامعة، عكس النجوم الباردة بتبقى دايما خافتة. دي كده ملحوظتين. طيب آه مثلا لو جينا نشوف أسئلة على مثلا الحاجات دي، قالك هنا نيجي على السؤال رقم 13. تمام. ال color of any star depend on the mass of the star. قالك هنا اللون بيعتمد على الكتلة. طبعا الإجابة غلط، احنا لسه قايلين اللون بيعتمد على درجة الحرارة، ودرجة الحرارة بتعتمد على الكتلة. تمام. طيب السوبر جاينت اللي هو العملاق، النجوم العملاقة are the most massive stable، النجوم أكثر استقرار. قالك الإجابة هنا صح. دي هتلاقيها في الشرح اللي هيبقى في الريكورد، من الجزء الريكورد في الجزء النظري. النجوم دي بيبقى لها صفات بتميزها. النجوم دي بتبقى نجوم مستقرة جدا وليها خصائص تانية. طيب لو جينا للسؤال هنا قالك البرايتر ستار اللي هي النجوم اللامعة أو بتكون لونها أبيض مزرق، يعني نازلة على الأزرق. أما النجوم الخافتة بتبقى داخلة على الأحمر. قالك زي ما احنا لسه قايلين تبقى صح. طيب نيجي على السؤال رقم 16. بيقول ايه؟ بيقول لو أنا عندي نجم البارلكس أنجل اللي هي البي بتاعتي بتساوي كام؟ قالك البي بتاعتي بتساوي 36%. تمام. طيب هو عايز الديستانس هنا بتساوي ايه؟ طيب احنا لسه قايلين ان القانون هنا بتساوي ايه؟ قالك الدي هنا بتساوي 1/البي، يبقى 1/36%. قالك يبقى 1/36% بتديني 2.78%، والوحدة هنا ايه؟ بي سي. تمام. فمحدش يروح يختار لي، مش هيلاقي اصلا الناتج، لان الناتج هنا عندي بوحدة الايو، فانا هضطر احول البي سي للايو زي ما احنا لسه عاملين دلوقتي. هنجيب قيمة الايو اللي هي 1.5 في 10 أس 8 على قيمة البي سي، هيديني الناتج ده. ابدأ بقى اشوف الناتج اللي هم دول في المعطى. لا، الناتج اللي انا جبته اللي هو 2.78 على الناتج ده، هيروح مديني الناتج ده اللي هو 5.72% في 10 أس-5 اللي هو الناتج دي. تمام. طيب لو جينا للسؤال رقم 17. قالك temperature of the star depends only on درجة الحرارة بتاعة النجم بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكتلة، ولا بتعتمد على اللمعان، ولا بتعتمد على الكومبوزيشن، ولا بتعتمد على الكلر؟ انا لسه قايله ان درجة الحرارة بتعتمد على اللون. تمام. اللون بيعتمد على درجة الحرارة، ودرجة الحرارة بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكتلة. طيب لو جينا للسؤال رقم 18. بيقول what is the parallax angle used to measure. البارالكس انجل اللي هي بي بتقيس ايه بالظبط؟ قالك بتقيس الماس اوف ذا صن، بتقيس كتلة الشمس؟ طبعا اكيد لا. طيب بتقيس اللمعان بتاع الستار؟ اكيد برضو لا. قالك بتقيس المسافة اللي بتبقى ما بين النجوم؟
هي دي الإجابة الصح. أو ولا بتقيس التمبريتشر اوف a planet؟ طبعا دي غلط. فالإجابة الصح عندي الديستانس اوف a star. طيب نيجي هنا، قالك أنا عندي ستار البارالكس أنجل بتاعته 2/10 ارك سك. تمام، هو عايز الديستانس هنا بتساوي ايه، بس عاوزها بالوحدة اللايت يير. طيب الدي هنا هنقول برضك ان الدي هنا بتساوي 1/b، يبقى 1/2/10 هتساوي 5 BC. هنروح قايلين هنجيب قيمة البي سي اللي هي 3.9 في 10 أس 13 على قيمة 9.47 في 10 أس 12. تمام، عشان وحدة اللايت يير بتساوي 3.26 لايت يير. تمام، هنروح بقى جايبين الخمسة اللي احنا لسه مطلعينها دي، ونبدأ نضربها في الخمسة نضربها في 3.26 3.26 هيديني 16.3 اللي هو الناتج ده. تمام، نيجي بقى على حتة تانية في الجزء النظري اسمها ال HR diagram. ال HR diagram ده هتلاقوها في الكتاب ومرسومة بدياجرام، فافتحوا الصفحة دي واحنا نشرح الجزء ده. قالك ال HR diagram ده عبارة عن رسم انا بستخدمه عشان اصنف النجوم. طيب انا بصنف النجوم دي عبارة عن ايه؟ قالك بصنف النجوم دي ببدأ اصنفها على حسب حاجتين: اللمعان اليومينيسيتي ودرجة الحرارة اللي هي التمبريتشر. اللمعان ودرجة الحرارة اهو اللي هيجي عليها ممكن يجي عليها سؤال. طيب يبقى انا بحط هنا كل نجم في مكانه على الرسم حسب ان هو سخن قد ايه وبيشع ضوء قد ايه. طيب انا عندي النجوم النسق الاساسي اللي هي المين سيكونس، قالك دي اللي بيبقى فيها معظم النجوم، ودي الشمس هنا نجم الشمس بتاعنا بيبقى متكون في المرحلة دي، وهنا بتبقى دي نجوم مستقرة وبتقضي اغلب عمرها في المرحلة دي. تمام. طيب النجوم بقى اللي كتلتها كبيرة في الدياجرام، اصلا هنا في الدياجرام بيبقى لو بصيتوا فيها هتلاقوا فيه نجوم كتلتها كبيرة ونجوم كتلتها صغيرة. قالك النجوم اللي كتلتها كبيرة تمام بيبقى في الدياجرام هتلاقي لونها ازرق، ومكانها بيبقى فوق خالص على الشمال. تمام، ودرجة الحرارة هنا بيكون عالية جدا جدا جدا، بس عمرها بيبقى قصير. هتقولوا ليه عمرها بيبقى قصير؟ لان النجوم دي زي ما انا لسه قايله ان هي سخنه جدا. معناها سخنه جدا اللي هي بتطلع الاشعاع بكميه كبيره، يعني بتطلع طاقتها بكميه كبيره جدا، فمعنى ان هي بتستهلك طاقه كبيره خالص، فعشان كده بيبقى عمرها صغير. طيب عكس الكلام النجوم الصغيره في الدياجرام، قالك النجوم اللي كتلتها صغيره بيبقى لونها احمر. تمام، تبقى موجودة في الدياجرام في الجزء اليمين، ودرجة الحرارة بتبقى قليلة بس عمرها بيبقى طويل لأنها تبدأ تستهلك الطاقة بتاعتها ببطء. طيب يبقى أنا عندي النجوم الكبيرة بيبقى لونها أزرق، تبقى سخنة، تبقى لامعة، بيبقى عمرها قصير. طيب النجوم الصغيرة بيبقى لونها أحمر، تبقى باردة، تبقى خافتة، بيبقى عمرها طويل. طيب تمام. لو جه مثلا أسئلة على ال HR diagram، سؤال، نيجي على السؤال رقم 20. قالك في ال HR diagram ال red giants put in the diagonal of the chart. قالك لأ، الإجابة غلط. ال red giant اللي هي النجوم بتبقى في التوب ليفت، في الأعلى اليسار. تمام. طيب في ال HR diagram ال unstable stars النجوم الغير مستقرة بتترتب على حسب الراديوس. النجوم الغير مستقرة بتترتب على حسب الراديوس. طبعا انا لسه قايله في الدياجرام بيقولك النجوم الكبيره بتبقى معرفش في الشمال، والنجوم الصغيره بتبقى في اليمين.
عرفنا مين ان دي نجوم كبيرة ونجوم صغيرة طبقا للحجم، والحجم هو اللي عبارة عن راديوس، فهي تبقى الإجابة صح. طيب لو جينا للسؤال رقم 22، بيقولك في ال HR diagram تبقى ال stable stars arranged in diagonal of the chart، هتبقى هنا الإجابة صح. طيب رقم 23، قالك ال HR diagram بيتصنف عبارة عن ايه؟ قعدت اقولها مرة واتنين، عبارة عن ايه؟ اليومينيستي والما اليومينيستي والتمبريتشر، درجة الحرارة، انا اتلخبطت فيها. اليومينيستي ال والتمبريتشر، تمام. تمام، نيجي بقى على اخر جزء يعتبر او اكتر حاجة بنبدأ يتلخبط فيها، اليومينيستي والبرايتنس، اللمعان والسطوع. هتقولوا لي ايه الفرق ما بينها؟ الاتنين زي بعض؟ قالك لا، الاتنين مش زي بعض خالص. قالك لو انا جيت هنبدأ نشرح اليومينيستي، قالك اليومينيستي ده اللمعان الحقيقي، النجم نفسه بيطلع طاقة قد ايه، ودي خاصية طبعا في النجم مش بتتغير، تمام. مش بتتغير حتى لو بعدنا عنه. طيب اليومينيستي بيعتمد على ايه؟ قالك بتعتمد على الكتلة ودرجة الحرارة. طيب اليومينيست فالتعريف بقى بتاعها بيقولك ايه؟ قالك ده كمية الطاقة اللي النجم بيشعها في الثانية، وبتبقى الوحدة بتاعتها بوحدة الوات، تمام. يبقى ده اللمعان الحقيقي بتاع النجم. يعني ممكن يكون النجم لامع جدا 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 وبيطلع طاقة عالية جدا 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 جدا، بس انا شايفاه من على مسافة بعيدة من على الارض مش بشوفه لامع. ده ليه؟ ده بسبب البرايتنس. ده نخش بقى على البرايتنس، ده اسمه اللمعان الظاهري. ده السطوع، يعني النجم شكله منور قد ايه بالنسبة لي وانا على الارض. يعني ممكن يكون النجم ده لمعانه قوي خالص، ويكون اليومينيستي بتاعته عالية جدا، بس هو بعيد عني انا على الارض وهو بعيد عني على مسافة بعيدة جدا، فبيبان لي ان هو خافت. معنى كده ان هو اللمعان بتاعه قليل؟ قالك لا، هو بسبب المسافة الكبيرة. المسافة الكبيرة دي مبين ليا ان هو خافت. يبقى انا عندي فرق ما بين اللومينستي والبرايتنس. اللومينستي ده اللمعان الحقيقي، والبرايتنس ده اللمعان الظاهري اللي بيظهر ليا من الارض. بنبدأ بقى نعمل حاجة عشان نفرق ما بينهم ومش نتلخبط. اول حاجة، في علاقة طبعا ما بين البرايتنس واللومينستي. القانون بتاعهم قالك هنا البرايتنس بتساوي ايه؟ قالك بيساوي اليومينستي على 4 باي دي تربيع. شوف في هنا علاقة عكسية ما بين البي والدي، يعني كل ما المسافة بتكون عالية خالص او المسافة كبيرة جدا بيني وما بين النجم، بيبقى اللمعان الظاهري ليا للنجم وانا على الارض بيبان قليل. معنى كده ان هو ما عندوش لمعان؟ قالك لا، ممكن يكون لمعانه عالي، تمام. طيب يبقى انا كل ما المسافة بتزيد النجم عندي بيبان اضعف، لان الضوء طبعا بيتوزع على مساحة كبيرة. هنبدأ نعمل حاجة، قالك هنبدأ نستبدل الرمز L اللي هو بتاع اليومينستي برمز M كابيتال، ونبدأ نستبدل الرمز بتاع البي البرايتنس بM سمول، تمام. طيب ايه هي الام كابيتال وايه هي الام سمول؟ قالك الام كابيتال دي حاجة اسمها الابسوليوت ماجنتيود. الابسوليوت ماجنتيود ده طبعا اللمعان الحقيقي للنجم، ما فرقش حاجة عن الليومينستي. بنفترض بقى ان المسافة اللي بتبقى ما بين كل النجوم، بنثبت المسافة، بتبقى المسافة 10 بي سي. بنبدأ نثبت المسافة، وبنبدأ بقى نشوف النجم ده شكله عامل ازاي. الهدف هنا ان احنا بنقارن النجوم بشكل عادل، تمام، بعيد بقى عن تأثير المسافة، لان انا ثبتها 10 بي سي. فالنجم القوي جدا ممكن يوصل لمعانه، النجم القوي خالص اقوى نجم في اللمعان ممكن يوصل اللمعان بتاعه قد لمعان الشمس، بس بقى 10 أس 6، قد الشمس مليون مرة. طيب أقل نجم في اللمعان ممكن يوصل لمعانه لأقل من لمعان الشمس ب10 أس-4، أقل من لمعان الشمس ب4 مرات. طيب نيجي في الام سمول. الام سمول دي قالك اسمها الابيرنت ماجنتيود، اللي هو اللمعان الظاهري اللي احنا نبدأ نشوفه بعينينا من الأرض.
يعني هو شكل النجم ده من عندنا ممكن يكون بعيد فيبان ضعيف رغم ان هو قوي. فهنا بيعتمد على بيعتمد على المسافة واللمعان الحقيقي. طيب في هنا يبقى هنا عندي العلاقة ما بين ال L وال M كابيتال تبقى العلاقة هنا علاقة طردية. طيب العلاقة هنا قالك لا، العلاقة هنا تبقى علاقة عكسية. قالك ليه؟ قالك لأن النجم اللي بيبقى ساطع خالص أو السطوع بتاعه عالي بياخد رقم من هنا قليل، والنجم بيبقى خافت أو السطوع بتاعه قليل بيبدأ ياخد رقم كبير. يعني مثلا لو نجم عنده سطع جدا يبدأ ياخد واحد، رقم قليل. طيب لو النجمة خافت قالك هيبدأ ياخد رقم كبير مثلا 6. فالعلاقة هنا بتبقى علاقة عكسية. طيب لو جينا بقى نعمل علاقة ما بين ال M وال B وال M وال L. لو جينا لل M وال B قالك هنا يبقى ال M 2 ناقص ال M 1 بتساوي 2.5 لوج ال B 1 على B 2. تمام. وقالك هنا بيبقى ال M2 ناقص ال M1 برضك بيساوي 2.5 لوج ال1 على ال2. طيب لو جينا نشوف الأسئلة اللي هنا قالك هنا هيرشيال ده عالم، تمام، اكتشف أو قال إن الستار في الرتبة الستة بيبقى قد مرة أو حجمه قد مرة أو السطوع بتاعه 100 مرة، يعني السطوع بتاعه أعلى من اللي في الأول قد 100 مرة. قالك لأ، العكس. الكلام هنا هيبقى العكس، يعني اللي بيبقى في الفيرست اللمعان بتاعه 100 مرة ضعف اللي بيبقى في الرتبة الستة. طيب لو جينا للسؤال رقم 25 بيقولك الابيرنت برايتنس. الابيرنت برايتنس اللي هو السطوع بتاع الستار ده عبارة عن التوتال amount of energy received from the star on the earth. قالك صح، ده كمية الطاقة اللي بتوصل ليا وانا بكون على الارض. لو جينا بقى على السؤال رقم 26 بيقولك الابسوليوت ماجنتيود اللي هي الام كابيتال اوف ذا ستار. تمام. بتقولك او هي عبارة عن how a star would appear at distance 1 BC from the earth relative the luminosity of the sun. احنا في الابسوليوت ماجنتيود لما قلنا ان احنا هنبدأ نثبت المسافة عشان نقارن ما بين النجوم بشكل عادل، فقلنا ان احنا هنثبت المسافة بايه؟ هنثبت المسافة ب10 بي سي مش 1 بي سي. يبقى هنا الإجابة غلط والتصحيح بتاعها 10 بي سي. طيب نيجي للسؤال رقم 27 قالك اليومينستي. قالك هنا عبارة عن كمية الطاقة اللي بتطلع او اللي بيشعها النجم على السطح، كمية الطاقة اللي بيشعها على سطح النجم في الدقيقة. قالك لا، مش في الدقيقة، في الثانية. تمام. يبقى انت هنا ممكن يكون التعريف كله صح وتروح عامل وما تكملش الإجابة، بيبقى الغلط كله في آخر كلمة. طيب لو جينا مثلا السؤال الأخير قالك ال apparent brightness. السطوع عندي في أي نجم بيعتمد على ايه؟ لسه قايلاها، بيعتمد على اليومينستي والديستانس. اليومينستي والديستانس تبقى الإجابة هنا عندي رقم سي. ودي طبعا أهم الأسئلة أو أهم الأجزاء اللي ممكن تيجي إن شاء الله في جزء